الأهلي يفوز على الزمالك 3-0 وينعش آماله في التتويج بالدوري بشروط معقدة تتعلق بنتائج بيراميدز والزمالك. جدل تحكيمي: احتساب ركلة جزاء للأهلي مشابهة للعبة سيراميكا يثير انتقادات سابقة للتحكيم. خبراء تحكيم يؤكدون عدم صحة ركلة جزاء الزمالك الضائعة أمام الأهلي. انتقادات لأداء الزمالك مع الحكام الأجانب بعد خسارة جميع مبارياته تحت إدارتهم. إشادة جماعية من الجهاز الفني واللاعبين بأشرف بن شرقي بعد تسجيله ثنائية مميزة. تألق أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن ومطالب باستمراره أساسياً. خالد الغندور ينتقد أداء لاعبي الزمالك ويشيد ببن شرقي. وليد صلاح الدين يعتذر للجماهير ويؤكد قدرة الأهلي على العودة. بن شرقي يصل للمساهمة رقم 11 ويتقدم في ترتيب صناع الأهداف بالدوري. وليد الفراج يهنئ الأهلي ويصفه بكبير الحتة. إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه يشكران الجماهير على الدعم. هجوم جماهيري زملكاوي على طاهر محمد طاهر بسبب احتفاله. حسين الشحات يؤكد أن إشارته كانت اعتذاراً للجماهير. وسام أبو علي يهنئ الفريق وينشر صورة دعم الجماهير. اعتراض عبد الله السعيد وحوان بيزيرة على التغيير يكشف توتراً داخل الزمالك. إليو ديانج يصبح رابع أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي. إشادة من حسام غالي ومحمد فضل وعصام الحضري بمصطفى شوبير بعد تألقه. رضا عبد العال يهاجم عبد الله السعيد ومعتمد جمال ويحملهم مسؤولية الخسارة. ضياء السيد يشيد بإدارة المدرب ياستروب للمباراة. طارق مصطفى يحذر من الانهيار ويطالب بدعم الزمالك. محمد بركات يؤكد أن الأهلي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم. شيكابالا يشيد ببن شرقي كمهاجم مؤثر. عبد الحليم علي يؤكد استحقاق الأهلي للفوز وأخطاء الزمالك. مدرب الأهلي ياستروب يشيد بالانضباط التكتيكي ويشكر الجماهير واللاعبين. معتمد جمال يعترف بسوء الأداء ويؤكد استمرار المنافسة على اللقب. أيمن يونس ينتقد الأداء ويطالب بمراجعة شاملة للزمالك. حازم إمام ينتقد حسام عبد المجيد بسبب أخطائه في المباراة.